اقول لك على طريقه بسيطه جدا ازاي تعرف ترسم حيوانات وانت ما بتعرفش ترسم خالص. بس ما فيناش من تريقه، واسمعني للاخر. بص يا سيدي، فاكر لما قلنا ازاي نرسم شخص وانا ما بعرفش ارسم خالص؟ وقلنا ان الوش عباره عن مش عارف شكل دايره او شكل مربع، وعلامه زائد في النص، والمش عارف ايه الكلام الكتير اللي احنا ياما قلناه ده. ولو انت عاوز ترجع له تاني الفيديوهات اللي قبل كده ممكن ترجع لها. ده بالنسبة للإنسان. وإزاي رسمنا شخصيات كتير من بس الستيك مان اللي أنت بتعرف ترسمه ده. طيب إزاي بقى أطبق نفس الفكرة دي على رسم الحيوانات؟ رسم الحيوانات أنا بتصوره إزاي وأنا قاعد معاك أهو، ولا شفنا ريفرنس ولا شفنا صور حيوانات معينة ولا أي حاجة. فكرة عامة كده في الحيوانات، إن هو بيمشي على 4 رجلين مش على رجلتين زي الإيه، زي الإنسان ماشي. طيب الجسم مش واقف مستقيم ولكن مايل أو ماشي على 4. فالجسم هيبقى عامل ازاي؟ بدل ما هو واقف، لا مايل او نايم كده. فهعمل ايه؟ ادي الجسم، ادي مش هعمل بقى رجلين، لا هعمل رجلين قدام ورجلين ورا. عندي الرقبة، وعندي الراس، وطبعا ديل. ده اهم ما يميز الحيوان. ايه بقى اللي بيغير الكلب عن القطة عن مش عارف، عن الاسد، عن الحيوانات المختلفة كلها؟ إيه صفات الجسمية لكل حيوان؟ يعني مثلا في طبعا ودان، لكن الودان برضو بتختلف. يعني مثلا لو هرسم كلب، تعالى كده نفتكر رسم الكلب. انا طبعا مهم جدا في البدايه ان انا اشوف صور للكلاب والكلب ده عامل ازاي واللي انا عاوز ارسمه ازاي. وطبعا لو مسكنا حيوان واحد بس، في منه انواع كتير مختلفه. انا عندي نفس الفكره دي، احاول اطبقها مثلا على رسم الكلب. اجي مثلا على اول حاجه الراس، امسك الراس دي واشوف هي بتترسم ازاي. لكن عندي الهيكل الاساسي اللي احنا عملناه ده. تعالى مثلا مثلا مربع، وخرج منه مستطيل كده. احنا بنجرب مع بعض. وعندي الودان، ممكن بقى الودان اعملها واقفه كده مثلثين جنب بعض، او اعمله الودان اللي هي بتبقى نازله تحت دي، حسب برضو نوع الكلب المعين اللي انا برسمه. ولكن خلينا مثلا لو انا هرسمه بقى كيوت كده وشكله ظريف، خلي اللي هي الودان بتبقى نازله لتحت دي. وادي مربع وخارج منه المستطيل ده. هنا المناخير، هنا العين. طيب عندي ايه كمان بعد الراس؟ عندي الرقبه. الرقبة بقى، هل سمات الحيوان اللي انا برسمه ده رقبته عاملة ازاي؟ قصيرة، رقبته طويلة، رقبته ممدودة كده، رقبته مرفوعة لفوق؟ حسب بقى. تمام. يعني مثلا ممكن الكلب ده اخلي مثلا على حسب ما انا بص، انا بكلمك من الذاكرة. مثلا يبقى الكلب جاي كده، زي ما احنا عملناه هنا، جاي في الاتجاه ده. وعندي طبعا دي الودان اللي احنا اعتمدناها. لو حابب ان احنا نمسح دي علشان من ما تتبخناش بقى، فخلاص يعني نقول لها شكرا، احنا استقرينا على ودان تانية خالص. وعندي ايه كمان؟ عندي الجسم بقى، هل هو كبير ولا صغير؟ الرجلين، هل الرجلين مثلا اللي قدام طويلة واللي ورا قصيرة، ولا اللي قدام قصيرة واللي ورا طويلة؟ في الكلاب مثلا تقريبا بيبقى نعمل بس الجسم اول. وعندي رجلين قدام ورجلين ورا بيبقوا قد بعض تقريبا. ابتدي بقى ان انا ارسم الرجلين بال... بالسمك بتاعها. انا عملت هنا الرقبة جاية هنا، فهوصلها بالجسم هنا. عندي من فوق مش بيبقى الجسم بيبقى محدب كده، لا بيبقى نازل وطالع من ورا. يعني مثلا تخيل ان في دايرتين. طبعا الكلام اللي احنا بنتكلمه ده بعيد كل البعد عن التفكير الاكاديمي او الشرح الاكاديمي خالص. احنا ناس ازاي ما بعرفش ارسم، واعرف ان انا كده ماشي ايدي بخطوط معينة تطلع لي رسمة اكون راضي عنها. وادي البطن من تحت. يعني شايف الدايرة اللي ورا دي هي الدايرة اللي ورا دي، ودي الدايرة اللي قدام. الدايرة اللي ورا دي طالع منها رجلين. طبعا يبقى واقف برضه على نفس الأرض، نفس الفكرة اللي احنا عملناها في الرسم الأشخاص. والديل بقى حسب بقى نوع الديل، معرفش بقى مرفوع ولا يبقى نازل لتحت ولا يبقى عامل ازاي. حسب بقى الناس اللي بتعرف في موضوع الحيوانات وأنواعها والكلام ده كله. تقريبا في كلاب كده بيبقى ديلها مرفوع. وفي ودان كمان ممكن تبقى عارف انت، مرفوعة كده وطالعة لقدام، يعني حاجات كده. فجرب كده ان انت تفكر بالطريقه اللي احنا فكرنا بيها دي، وشوف كده وصلت لايه. وانت عرفت بقى الفكره دي.
اتفرّج على صور حقيقية للحيوانات، يعني شوف مثلًا هترسم قطة معيّنة وأنت بتشتغل تبقى عارف إن هي متقسّمة التقسيمة دي، مع كل تفصيلة، يعني مع كل مثلًا من الراس، الرقبة، الرجلين بتبقى عاملة إزاي، شكل الجسم عامل إزاي، شكل الديل عامل إزاي، هتمسك كل جزء لو قسّمتها، لكن لمّا تبُص على الحيوان بشكل كامل، هتلبخ نَفْسك وهتحس إن الموضوع كبير. حاول كده تقسّمها وهنحاول إن شاء الله نرسم سكتشات أكتر من كده في اللي جاي إن شاء الله.